بما إن الأهلي هيلعب النهارده وبما إن ده أول ماتش لعماد النحاس بعد الرجوع، وطبعًا عودة إمام عاشور وياسين مرعي تاني للتدريبات، فتوقعاتنا بقى لأول ماتش للكابتن عماد النحاس النهارده. كده كلنا عارفين إن الكابتن عماد النحاس بيحب يهاجم، بيهتم أكتر بالهجوم، بيلعب الطريقة السهلة بتاعة النادي الأهلي، اقعد هاجم، هاجم هتدخّل أجوان، دي طريقة الكابتن عماد النحاس، والأهلي طول عمره بيحب يلعب كده. بس هل بقى النهارده هيبدأ بإمام عاشور والّا لأ؟ يعني أنا لو مكان الكابتن عماد النحاس ممكن أنزّله الشوط التاني. يعني بلاش نضغط عليه من أول ماتش يلعب ال90 دقيقة، أو ينزل الشوط الأول ويريّح الشوط التاني، بس أنا شايف إنه الأحسن ينزل الشوط التاني، وبالذات لو كنا مدخلين جون والّا 2 فبالتالي هو هينزل مرتاح، فهينزل يأدي أحسن. وكلنا عارفين إن الكابتن عماد النحاس بيحب يلعب السهل، يعني ما بيحبش يفتي مثلًا في التغييرات أو يعمل طريقة لعب مختلفة، هو اللي بيكسب بيه بيلعب بيه، فإحنا بالتالي هنلاقي كابتن عماد النحاس مثبت التشكيل. وإن شاء الله يا عم تريزيجيه النهارده بقى تعمل حاجة وتفك النحس اللي أنت فيه، أنت لازم تدبح النهارده، أنت لو ما دخلتش جوان النهارده يبقى في حاجة غلط، كمية عُرَض بتيجي لك مش طبيعية. كل التوفيق للنادي الأهلي النهارده إن شاء الله، وكل التوفيق لبيراميدز في الintercontinental النهارده إن شاء الله. سلام.